مصر إلى أين مش عايزينك يصل؟ بس. اه والله يا عم بهجت، لو الوضع فضل بالطريقة دي هتروح لسكة انت قلت عليها من بدري. الدولار هيوصل ل100 وهيعدي ال100، وانت كنت أول واحد بشرت ان الدولار هيوصل ب50، وفعلا ده اللي حصل. يعني يرضيكم الثوار في سوريا يرفعوا مرتبات الناس 4 مرات؟ اللي بياخد جنيه ياخد والليرة يا 4. عم بهجت كمان. بالظبط. والليرة انخفضت من 47,000 ل 19,000. يرضيكوا والله؟ وهتنخفض تاني وتالت ورابع. يرضيكوا؟ ويقول لك مش عاوزين نبقى زي سوريا. يا ريتنا زي سوريا، يا ريتنا زي صح. سوريا. تصبح تلاقي والإعلام الجنيه، المصري عم. مم. تصبح تلاقي الجنيه ب 10 جنيه، الدولار ب 10 جنيه، والدولة مزودة لك مرتبك 4 مرات. ايه الهنا اللي انت هتعيش فيه؟ اهي دي سوريا، اهي دي سوريا يا كلاب، اهي دي سوريا يا كلاب. مش عاوزين نبقى زي سوريا. اي اي اي. والإعلام المصري كمان يا بهجت طالع يقول للناس هنبقى زي سوريا، وعمالين يقولوا صورة مش صح خالص، عشان خاطرين عارفين إن الناس لو فاقت هتعمل زي الثوار السوريين طبعا الأحرار. تحياتنا ليك يا غالي، يبارك فيك. يعني أهم حاجة عم بجد، مش عايزينك تغيب عننا، أنت قعدت فترة غايب، مش عايزينها تتكرر تاني مش بس. غايب يا حبيبي، انا موجود، بس انت اللي مش شايفني. حساباتي كتير بتتحذف. لا أنت قعدت فترة كده اه ماشي، كنت مختفي شوية. مشغول بالسيستم الجديد. ربنا يوفقك يا رب يا عم بهجت. ان شاء ربنا الله يخليك. مفيش غياب. شكرا. شكرا لله. تحياتي ليك يا عم بهجت. مع شكرا. السلامه، الا مع بالموت السلامة. بقى.